ايه ده؟ طنط في ايه؟ الشقة كويسة؟ نسيت غاز ولا نسيت مية ولا نسيت ايه ولا في ايه؟ خير؟ مشاليش على البيت يا بنتي، ده انا نزلت اخد حتتين اللحم على شوية الخضار اللي عندكم في التلاجة عشان عزومة خطيب البيت اللي جاي بكرة. طب حضرتك ليه ما قلتليش اشتريلك معايا وانا بجيب الخضار امبارح؟ هندخل بقى في ليه قلتش ما قلتليش؟ هو تحقيق يا بنتي؟ خلاص شوية حاجات من عرق ابني ومن كد ابني وخدتهم. يا طنط بس دي اخر حاجات عندي لاخر الشهر، المصروف خلص ومرتب جوزي خلص، فانا هعمل ايه لما حياتك تاخديه؟ اما لازم المرتب الوجه يخلص والمصروف يخلص من اللبس والقشي اللي انت عاملاه في نفسك. حتتين اللحمه وشويه الخضار اللي خدتهم طن هما اللي هيموتوكم الجوع. معلش انا عندي سؤال، هو حياتك جبتي مفتاح الشقه منين؟ انا ما افتكرش ابدا انها دي حياتك مفتاح الشقه. يا لهوي، شقة ابني دي انا امه ثم امه ثم امه. اللي جبتي مفتاح الشقة منين؟ ده الشقة وصاحب الشقة ملكي، انا المفروض اعرف مين بيدخل بيتي وبيخرج منه وانا مش موجودة. في حاجة اسمها خصوصية وحاجة اسمها استئذان يا طنط. لا لا لا، ده انت عديتي الحدود، ده انت عديتي الحدود بحدود وقلتي فوق الغلط بغلط. لا انا ليا كلام مع الراجل بتاعك اللي انيكي. ليكي كلام مع جوزي ولا مع اللي انيني تقولي له ايه؟ تقولي ان انا دخلت بيتي لقيت حياتك ماشيه باللحمه والرز والخضار من غير استئذان؟ اللي هو ازاي يا طنط؟ زي السكر في الشاي يا حبيبتي. يلا مسيرك يا مراتي الابن تبقي حما اما نشوف. طيب يا طنط حصل خير، هدخل اغير رأي دمي وتقولي حصل خير، تعيبي فينا وتقولي حصل خير. والله ما حصل خير ابدا، ما انتي قاعده فيها، والله ما انتي قاعده فيها. لما يجي الواد اما اشوف هيعمل ايه بقى معاكي. لا ما تحلفيش يا حبيبتي، لا والله ما انتي حلفانه ان انا ما داخله البيت. خليكي حياتك قاعده في البيت وانا في بيت اهلي بقى، وبيكلمي راجلي واللي انيني وقولي له ان الوضع ده ما يعجبنيش.